هنتكلم النهارده عن ملخص كل حاجه حصلت في الجوله الثانيه بالنسبه للثلاث انديه الكبار، الاهلي، الزمالك، بيراميدز اللي بينافسوا على الدوري حاليا. وهنحط المصري برضو في نقطه كده، ان المصري بدايه مبشره كده هنتكلم عليه في اخر الفيديو، حاجه سريعه كده. هنبدا من الاخر. اخر ماتش من الثلاثه كان ماتش الزمالك، وهو اللي عمل مفاجاه ان الزمالك اتعادل قصاد المقاولين. لو جبت اي حد ماشي في الشارع كده قلت له الزمالك هيتعادل قصاد المقاولين بعد الماتش القوي اللي عمله قصاد سيراميكا، محدش هيصدق. هيقول لك كله كان متوقع، حتى انا اصحابي الزملكاويه كلهم بيقولوا لي احنا هنخش على المقاولين هنقطعه، احنا هنكسب بسكور. بعد ما الاهلي كسب بسكور قال لك هنكسب احنا كام بسكور، احنا جايبين بقى لاعب برازيلي بقى، وجايبين مش عارف مين، والصفقات شغاله والدنيا رايقه وبتاع. فوجئنا بتشكيله غريبه، ناصر ماهر بيلعب وينج رايت، وده معلش دي حاجه يعني وحشه قوي بامانه. بنزا ده قال لك الراجل ده عمال يعترض، احنا زعلان في التدريبات فنقعده. انا معاه تماما، توجيهات تربوي انا معاه 100%. بس تحط مين مكانه؟ ادم كايد. ادم كايد هو وينج بس مش وينج قوي، يعني تحس ان هو كل كرة بتجيله يخش على قلب الملعب، كل كرة بتجيله يخش على قلب الملعب. هو تحس ان هو مايل رقم 10، مش بحسه مايل كده رقم 10، مش اللي هو وينج صريح، مش وينج بيحب يروح على الخط زي بنزا وكده، لا تحسه مش مكانه الاساسي كده، ممكن يبقى دي بس مش مكانه الاساسي. فقال لك ده التشكيله، ولعب بعبد الله وشحاته ودونج. جميل، مفيش مشكله. دونجا بيلعب ليه؟ عشان مفيش غيره، يعني هو احمد ربيع اللي جه مكانه اتصاب، فهو مفيش غيره، فانا متوقع ان دونجا هيلعب. ماشي، لعبوا الماتش تقريبا. الزمالك الشوط الاول ما راحش غير بهجمه واحده تقريبا، ما جاش الزمالك، ما جاش ولا المقاولين جه، كله بيلعب في نص الملعب. المقاولين قافل الملعب كويس جدا كويس جدا، وبيضغط منه قدام على الزمالك، والدنيا كانت ماشيه. يعني الزمالك مش مصدق، المقاولين قافل الملعب بطريقه كويسه جدا جدا جدا. كان الشوط الاولاني باهت، مفيش اي هجمات، مفيش اي حاجه من الطرفين. دخلنا في الشوط الثاني قلنا بقى هينزل بقى الواد البرازيلي وبتاع، قال لك لا مش هنزل لسه. لعب لغايه الدقيقه 63 وراح جاي منزل الواد البرازيلي، نزل الناس كلها مستنيه بقى البرازيلي بقى، الواد العالمي. فوجئنا الواد يا جدعان برازيلي. يعني بيراميدز جايب ايفرتون ده ما عملش اي بتنجان في بطاطس، يعني كل ارقامه زباله وحشه خالص، ما بيعرفش يلعب بنكره بتاع بيراميدز ده اللي هو ايفرتون الاهلي كان هيجيبه، وحش قوي. اما ده نزل يا دوبك تلت ساعه ولا نص ساعه، لا قلب الماتش بصراحه. الواد ده لو كان بدا الماتش وبان عليه فورمه، الجناح البرازيلي ده كان هيبقى مميت بامانه. اخوان ده الموضوع هيخوننا كلنا وهيودينا كلنا في حته مش تمام. فيعني الصراحه انا مستمتع، عايز اقول للناس كلها بصيله اللاعب ده جامد قوي، بصيله. انا بحب الكره في رجليه، الكره في رجليه حلوه. اول كره جت جاي 1 2 3 ودخل المنطقه وشاط حلو، بيعرف هيجي منه. ودايما بقول للناس ابعتوا له الكوره واول ما نزل صوت الجماهير يلا وحماس الجماهير، تحس ان هو في المود، في الاجواء، هو مبسوط جاي كده، فاهم؟ انا جاي اعمل حاجه. برازيلي اصلي مش برازيلي نص كلام، راح عمل تغييرات غريبه. يعني جاب حاجه ناصر ماهر، حاجه جابه من اليمين خلاه وينج شمال، بعد كده حاجه منزل معالي اللي هو اصلا شاب لسه صغير، فبدل ما ينزلوا حاجه منزله جناح الناحيه الثانيه. انا عارف ان هو ما عندوش اجنحه كتير لان بنزا بره، بس فلو اخر ده قرارك لازم انت تكون عندك اولويات، لازم. وبصراحه عدي الدباغ انا شايف ان هو كانش بيطلع من الملعب، انا شايف ان لمسته حلوه، انا شايف ان هو حتى بيمسك الكوره كويس. فانا شايف ان السبب الرئيسي في خساره، في تعادل الزمالك، ان التعادل ده بتاع خساره قصاد المقاولين، ده طعم خساره طبعا. بس السبب الرئيسي في مشكله الزمالك هو بالتاكيد فيريرا. يعني كان قلب الملعب وحش، وتبديلاته كانتش حلوه، غير اللي هو البرازيلي بس هو اللي نزل عمل حاجه، تحس ان هو كان في حاجه كانت ناقصاه في ماتش البتاع. فده مختلف خالص عن فيرا اللي كان لاعب ماتش سيراميكا. بس انا شايف ان هو مدرب كويس، وشايف ان هو هيجي منه في المستقبل، وشايف ان فرقه الزمالك بصراحه الصفقات كلها صفقات قويه، فيهم كواليتي حلو. كواليتي محتاج شغل عليهم شويه، بس هيبقوا جامدين جدا. البرازيلي طبعا انا متوقع ان هو هيفنش تفنيشه جامده، يعني لا هينسجم مع الفرقه هيعمل. بس انا طبعا بقول الزمالك هارد راك، بس عايز اقول لكم يا جدعان خليكم ورا فرقتكم. الزمالك عامل شغل جامد جدا، كده اصلا الاهلي برضو تعادل ماتش وبيراميدز تعادل ماتش، فيعتبر الثلاثه متساويين. فخليكوا ورا الفرقه. جمهور الزمالك صح في الملعب كان شغله جميل جدا جدا جدا. بس الزمالك انا متوقع له السنه دي هينافس على الدوري، لان اللعيبه في لعيبه كويسه جدا جدا جدا، بس هو بس يلعب كل واحد في مكانه، مش اكتر من كده. ده كان خلاصه ماتش الزمالك ومقاولين، مباراه بطعم لا شيء، ملهاش اي روح ولا طعم ولا حتى هجمات خطيره اللي هي خطيره تقول ايه ده ومش عارف ايه، كلها كان ماتشات غير بس بتاعت المقاولين اللي صبحي شالها من تحت،
والزمالك كوره كده بالدماغ طلعت بره كده، يعني كلها حاجات خفيفه مش هجمات اللي هي هجمات يعني. خش على الماتش الثاني بتاع الاهلي وفاركو. الماتش ده كان مزيكا. الاهلي عمل كل حاجه في الملعب. نزل الشوط الاولاني، انا هوريكم الاهلي بقى صفقات جناح يمين تريزيجيه، شمال زيزو، شمال في الوسط زيزو، شمال بيلعب بن شرقي. يا جدعان بن شرقي ده كواليتي مختلف في الاهلي، هو الوحيد اللي بيعرف يعدي واحد على واحد. اديله الكوره في رجليه، هو الوحيد اللي بياخد الكوره في رجليه، مش محتاج حد يديله الكوره قدام عشان يقعد يجري، لا هو الكوره في رجليه. بصراحه لعيب حريف جدا جدا جدا، ما ينفعش يطلع من الملعب. تريزيجيه وظفه زي ما حسام حسن بيوظفه مع المنتخب، وظفه توظيفات مختلفه. زيزو الصراحه بيجي من قلب الملعب بقى جامد جدا. بن رمضان ده لاعب مايسترو، لاعب ده مع امام هيعملوا ثنائي خطير خطير. انا مش مصدق يعني، لو تخيل كده امام وزيزو وبن رمضان وتريزيجيه وبن شرقي، واي ما يكون المهاجم مين، شريف ولا كوتشر. لا 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 لا، ايه ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ انت هاجم بكله وسيب ديانج ورا وقفل الدنيا على كده. مش محتاج اكتر من كده. الاجنحه الكواليتي بتاعها عالي جدا جدا. الاهلي معاه كواليتي لعيبه يخلص على اي فرقه في افريقيا كلها. افريقيا كلها مفيش حتى بيراميدز حاليا ما يجيش حاجه جنب الاهلي. فماتش كان مزيكا الصراحه، وبان فيه شويه جمل تكتيكيه اتعادت في ماتش مودرن زي بتاع بن رمضان اللي حطها زيزو، اللي حطها بنغو في الجون، دي اتعملت في ماتش مودرن وجت في العارضه، بس كان عكس. زيزو اللي عملها بن رمضان حطها في العارضه، المره دي بن رمضان اللي عملها زيزو حطها بنغو في الجون. فمعنى كده في هجمه، في جمله متدربين عليها. فانا شايف صراحه ان الماتش كان كويس جدا. بس هو محمد هاني انا مش عارف، هو حظه وحش. اليوم ما يعمل ماتش كويس لازم ينهيه وحش. مش داعي كل الكلام الفاضي اللي عمله هاني ده، ولا الحكم اللي عامله مع هاني، ايوه ما يكون حاجه كلها تافهه اصلا. خش من هنا امشي من هنا، يمشي من هنا عادي، ما فرقتش يعني هاني. بس هو الموضوع كان ايه، ليه تبعات كده مش حلوه، فاهم. وكره مصطفى شوبير انا مش عارف الصراحه، هل مصطفى شوبير جامد ولا لا. بصراحه ما راحش عليها هجمات قويه، ما تشالش كور تقيله. كل الكور اللي جت عليه جت جون، وهي مش اخطائه عشان كل سنه غير الغلط بتاع فاركو ده 100% هو بلا شك يعني، فاهم. وغلط برضه بتاع ماتش مودرن، هو برضه لبس كريم فؤاد في ان هو كان واقف بظهره واللاعب عمل عليه، فجت لحسام حسن وجابها جون. فانا شايف من وجهه نظري ان الاهلي كويس جدا، شويه تعديلات بسيطه. لازم يشوف حل للجناح الشمال ده، مش هينفع كريم فؤاد اللي يلعب بعكس رجليه، ده مش هينفع مع الفرق التقيله، مش هينفع يعمل الكلام ده. فده اللي انا شايف ان هو الاهلي قوي جدا واقوى سكواد، وهيبقى اقوى واحد في الدوري وهيبقى اقوى واحد في افريقيا السنه دي. هيعمل حاجات متخيله. هو اللعيبه لما تنسجم مع بعض يعني هيخلص عليه فرقه، في الدوري. بيراميدز هم كلمتين بصوت. بيراميدز مش هو بيراميدز خالص. في الماتش الاولاني قصاد وادي دجله، في الماتش الثاني قصاد اسماعيلي، لا مش ده بيراميدز اللي مقفل، اللي هو بهجمات من كل حته واللاعيبه قويه جدا، لا. حتى صفات جابها زيكو مش داخل قوي في الفرقه. ايفرتون ما جاش اصلا الفرقه، انت فاهم. فحتى جابوا جون كده بالدماغ، حطت في العارضه دخل الجون. فالماتش لا بيراميدز محتاج يفوق، لان هو لو كمل كده وهو لسه بيقابل وادي دجله والاسماعيلي، معلش مع احترامي لهم الفرقتين اضعف من فرق زي سيراميكا وزي البنك الاهلي وزي دي، معاهم كواليتي لعيبه يقدروا يأذوك ورا، يعني هتهاجم هيأذوك ورا على طول. لو جالهم شويه الهجمات اللي جت للاسماعيلي او وادي دجله هيخلصوا على طول عليهم. ف بيراميدز لازم يفوق جدا نفسه، بس هو ما زال هيتعامل في المنافسه. بس انا متوقع لو هو كمل بالطريقه دي هيخرج بره المنافسه بدري قوي. والمصري بادئ بدايه حلوه قوي 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 قوي. خدش فيه جوان 3-0، دخل فيه جون واحد 3-0 و3-1، فيعني عامل ماتش كويس جدا. فلو استمر على كده فدي هتبان بقى في المستقبل، لان الدوري نفسه طويل، فهنشوف ده هيبان في الماتشات اللي جايه. فدي كان كل حاجه في الجوله الثانيه. طبعا بقى مصر الوحيد المتصدر الدوري حتى الان، والباقي كله تحتيه اسماعيلي، تحتيه الزمالك وبيراميدز والاهلي. والمصري هو متصدر الدوري 6 نقط. اكتب تحت في الكومنت شايف المنافسه بين الاهلي والزمالك هتعمل ايه، وبيراميدز والمصري ممكن السنه دي يخش في المنافسه ولا لا. اكتب تحت في الكومنت. ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.